أكتر من 60% من الطلاب المصريين اللي بيقدموا على جامعات في ألمانيا بيترفضوا، مش علشان مجموعهم وحش ولا علشان مش أذكياء، لكن علشان شوية أخطاء معظمهم بيعملوها تقريبا. وأنا النهاردة هقول لك إيه الأخطاء دي بالظبط، وهقول لك بالظبط إيه اللي المفروض تعمله علشان تبقى من ال 40% اللي بيتقبلوا. أهلا بكم في القناة، أنا عبد الله رشدي، مهندس ميكاترونكس عايش وبشتغل في ألمانيا. وعلى القناة هتلاقوا فيديوهات عن السفر لألمانيا بشكل خاص وعن السفر بشكل عام، لأن أنا من هوايتي السفر والتصوير. الفيديو ده إن شاء الله هيكون الدليل الكامل لأي حد عايز يدرس بكالوريوس في ألمانيا. هنتكلم عن شهادتك المصرية بتتقبل ولا لأ، اللغة محتاج لغة لحد قد إيه علشان تقبل في جامعات في ألمانيا، الفلوس محتاج كام بالظبط، والتقديم خطوة بخطوة، الفيزا من مصر، والمنح الدراسية كمان. لو عايز تدرس في ألمانيا فالفيديو دوت إن شاء الله هيوفر لك شهور من البحث. فبسم الله يلا بينا نبدأ. أول حاجة لازم تعرفها، وده السبب الرئيسي إن ناس كتيرة بتترفض، هو إن شهادة الثانوية المصرية اللي هي الثانوية العامة مش بتتقبل مباشرة في الجامعات الألمانية. يعني مش هتاخد الثانوية وتقدم على جامعات في ألمانيا على طول، لأ، محتاج تعمل حاجة اللي هي اسمها الشودن كوليج بالألماني، أو اللي هي بالعربي السنة التحضيرية. الشودن كوليج دوت عبارة عن سنة دراسية كاملة، عبارة عن فصلين دراسيين بتدرس فيها مواد تأهيلية حسب التخصص اللي أنت عايز تدرسه. في أنواع مختلفة من الكورسات حسب التخصص اللي أنت عايز تدرسه، مثلا التي كورس دوت للهندسة والرياضيات وللعلوم، ده اللي أغلب المصريين بيدخلوه. وفي مثلا الام كورس اللي هو للطب والصيدله والحاجات اللي ليها علاقه بالبيولوجي. في الدبليو كورس دوت للاقتصاد واداره الاعمال. وكمان اخر حاجه الجي كورس واللي هو بيكون للاداب واللغات. وفي الاخر بتعمل امتحان اسمه الفيستشتيلونغسبروفونج اللي هو الاختصار بتاعه الاف اس بي. لو عديت الامتحان دوت تقدر تقدم على الجامعات في المانيا اللي في تخصصك حسب الستودنت كوليج او السنه التحضيريه اللي انت اخدتها. بس تخلي بالك ان المنافسه شديده، فلازم تكون مجهز نفسك. في كمان خيار حلو تاني للمصريين، هو مش خيار ممتاز لأنه برضه غالي، وهو إن الواحد يقدر في مصر يعمل الستودنت كوليج في مصر قبل ما يسافر. في معهد جوتا مثلا موجود في القاهرة بالتعاون مع جامعة تيو برلين في ألمانيا. تقدر تدرس السنة التحضيرية وأنت لسه في مصر، وبعدين تسافر ألمانيا جاهز كليا إنك تدخل الجامعة على طول. كمان في أماكن جديدة بتفتح للستودنت كوليج برضه لسه في مصر، في أماكن زي جلاو شاو أو ران إديوكيشن. الاتنين دول سمعت عنهم جديد إن الواحد يقدر يعمل فيهم السنة التحضيرية وهو لسه في مصر. ولكن برضو زي معهد جوتا الموضوع غالي، ممكن يوصل لحد 300 ألف جنيه في السنة. الشرط في الأغلب محتاج مستوى البي 1 في اللغة الألمانية على الأقل علشان تدخل في المعاهد ديت. وبرضو اللي أعرفه إن مش كل الكورسات بتاعة الستودنت كوليج بتكون متاحة في الأماكن ديت. ممكن المجالات اللي هي الطبية اللي هو الام كورس ما يكونش متاح في أغلب الأماكن ديت. ممكن يكون متاح الدبليو كورس أو التي كورس مثلا اللي عايز يدخل هندسة أو كده. ولكن المجالات الطبية الام كورس تقريبا مش متاح لحد دلوقتي في أي من المعاهد الموجودة في مصر. طيب ولو مش عايز تعمل ستودنت كوليج ففي طريقة تانية، وهي إنك لو درست سنة أو سنتين في جامعة مصرية معترف بيها في نفس التخصص ممكن تقدم مباشرة على الجامعة في ألمانيا من غير ما تعمل ستودنت كوليج. الأشهر في أغلب الأماكن بيقول إن سنة واحدة كفاية، ولكن برضو في جامعات بتشترط إنك تكون مخلص سنتين في مصر علشان تعرف تبدأ عندهم في الجامعة على طول. فياريت قبل ما الواحد ياخد خطوة في الموضوع دوت يحاول يتأكد من الجامعة اللي عايز يقدم عليها إن شاء الله في ألمانيا. وطبعا السنة أو السنتين يكونوا في المجال اللي أنت عايز تكمل فيه في ألمانيا. مش مثلا واحد داخل طب في مصر وحابب يقدم على هندسة في ألمانيا، دراسته للسنة ديت في مصر في مجال الطب ممكن ما تأهلهوش إن هو يتخطى الستودنت كوليج لهندسة في ألمانيا. وطبعا العكس والكلام دوت في أي تخصص تاني. فالسنة أو السنتين اللي أنت هتدرسهم في جامعة في مصر إن شاء الله لازم يكون ليهم علاقة بالتخصص اللي أنت حابب تكمل عليه في ألمانيا. طيب تاني أكبر غلطة الناس بتعملها، وهي إنهم بيفتكروا إن مستوى الأتسفاي اللي هو المستوى التاني في اللغة الألمانية ممكن يكون كفاية. فلا لا لا، ثلاثة لا. خلوني أقولها لكم بوضوح. لو عايز تدرس في برامج بالألماني باللغة الألمانية، ودي أغلب البرامج اللي موجودة في ألمانيا، فمحتاج على الأقل إنك توصل للمستوى الرابع اللي هو البيتس فاي. ولو بنتكلم عن المجالات الطبية فمحتاج توصل للمستوى الخامس اللي هو التسي اينز. بس خلي بالك إن دوت شرط اللغة بس، يعني حتى لو معاك المستوى الخامس اللي هو تسي اينز لسه محتاج إنك تعمل ستودنت كوليج أو سنتين في جامعة في مصر. اللغة شرط ولكن الشهادة شرط تاني، الاتنين لازم يتحققوا. طيب نيجي دلوقتي نتكلم عن الشهادات المقبولة للغة في ألمانيا. عندنا أول شهادة وهي الدي اس ها، تاني شهادة اللي هي التست داف، تالت شهادة اللي هي شهادة جوتا، ورابع شهادة التلك. الا اينز والاتسفاي دول مستوى بتوع المبتدئين، مفيش جامعات بتقبل بانك انت تدرس عندهم بالمستويين دول. يعني لو حد قال لك اتعلم الاتسفاي وسافر، ده كلام غلط، هيضيع وقتك وهيضيع كمان فلوسك. طيب نجاوب على سؤال، وهو محتاج وقت قد ايه علشان اوصل لمستوى التسي اينز؟ واقعيا من سنة لسنة ونص دراسة مكثفة. لكن في بديل، في برامج باللغة الإنجليزية في ألمانيا، ودي محتاجة ايلتس يكون في حدود 5.5 لحد 6.5 تقريبا، أو درجة امتحان توفل تكون في حدود 70 لحد 90.
ولكن نصيحة إنك حتى لو هتدرس باللغة الإنجليزية أنصحك تتعلم الألماني حتى لو المستوى الأول والتاني اللي هم زي ما قلنا بتوع المبتدئين، علشان الحياة اليومية في ألمانيا وإنك تتعامل مع الجهات الحكومية في ألمانيا ساعات بيرخموا في موضوع اللغة ده. طيب نيجي دلوقتي للجزء اللي الناس كده بتسأل عنه، هو محتاج فلوس قد إيه؟ أول حاجة ودوت إلزام للفيزا وهو الحساب المجمد أو اللي بالألمانية الشبير كونتو. المبلغ المطلوب دلوقتي في 2026 11,904 يورو في السنة، يعني 992 يورو في الشهر. ده مبلغ بتحطه في حساب بنكي مجمد في ألمانيا قبل ما تقدم على الفيزا. كل شهر بيتفتح لك منه 992 يورو تصرف منهم مصاريفك الشهرية. والشركات اللي ممكن تفتح لك الحساب البنكي المغلق دوت، في عندنا بنك اكسباتريو وبنك فينتيبا، ودول بنوك اونلاين. وبعدين عندنا كمان بنك الدويتشا بنك في ألمانيا، وده أشهر بنك رسمي موجود في ألمانيا. بس الخبر الحلو إن الدراسة في الجامعات الحكومية في ألمانيا بيكون ببلاش، 0 يورو رسوم دراسية. اللي بتدفعه هو رسوم الفصل الدراسي اللي هو بنسميه السمستر فيه، ودي بتكون في حدود من 200 ل 400 يورو في الفصل، بتشمل مصاريف إدارية زائد مصاريف اتحاد الطلاب وكمان التذكرة بتاعة المواصلات المجانية. وباستخدام كارت المواصلات دوت بتقدر تستخدم وسائل المواصلات العامة مجانا، غير القطارات السريعة زي الاي سي أو الاي سي اي. ولكن للأسف برضو في بعض الولايات دلوقتي بدأت تحط مصاريف على الدراسة، منهم مثلا ولاية بادن فورتنبرج بتاخد حوالي 1500 يورو في الفصل من الطلاب من بره الاتحاد الأوروبي. كمان في ولاية بايرن جامعة زي جامعة تي يو ام اللي هي جامعة ميونخ المشهورة في ألمانيا برضو بقت تاخد مبالغ كبيرة جدا من الطلاب الأجانب. وأتمنى كمان الموضوع دوت ما يتوسعش على باقي الولايات في ألمانيا ويفضل بس في الولايتين دول. طيب دلوقتي نتكلم عن تكاليف المعيشة الشهرية، الأرقام الحقيقية. أنا كنت عملت فيديوهات قبل كده عن المصاريف وحتى نزلت واتسوقت معاكم علشان تشوفوا الأسعار بنفسكم عاملة إزاي، لكن خلونا برضو هنا نتكلم بسرعة عن المصاريف. أكل وشرب ممكن يكلف الواحد من 250 ل 350 يورو تقريبا. موبايل وإنترنت ممكن يكونوا في حدود 30 ل 50 يورو. المواصلات ممكن ما نحسبهاش علشان قلنا ان احنا بندفع مصاريف الجامعة ودي بتشمل كارت المواصلات وبتكون مجانية. كتب ومستلزمات ممكن الموضوع يكلف 30 ل 50 يورو. فالإجمالي ممكن نقول في حدود من 800 يورو ل 1100 يورو شهريا. الموضوع يختلف ان الواحد عايز يسكن فين، في ناس ما بتحبش تسكن مع ناس اللي هو المفروض بيكون ارخص، في واحد يحب يسكن لوحده فالموضوع هيبقى اغلى بالنسبة له. برضه مصاريف الاكل والشرب بتختلف من الشخص للتاني، فممكن يكونوا في الحدود ديت من 800 يورو ل 1100 يورو شهريا. المدن الغالية ممكن تكون مدن زي ميونخ، فرانكفورت، هامبورغ أو شتوتجارت مثلا. والمدن المعقولة ممكن تكون زي مدينة لايبتسش، دريسدن، كيمنيتس أو ماجدبورغ. فهي المدن اللي موجودة في شرق ألمانيا بتكون أرخص، ولكن برضو بيكون متعارف إن العنصرية فيها بتكون أكتر. فكل حاجة ليها مميزات وعيوب، ولكن حاولوا تقعدوا في مدينة أنتوا تستريحوا فيها. ولما الواحد إن شاء الله بيلاقي شغل، سواء بقى شغل طلاب أو شغل بعد ما يخلص جامعة، فالمرتب إن شاء الله كده كده بيغطي مصاريف المدينة. لو أنت في مدينة غالية فهتلاقي مرتب أعلى من لما تكون في مدينة رخيصة المرتب بيكون أقل. فالشغل كده كده إن شاء الله هيغطي المصاريف بتاعتكم. طيب دلوقتي نتكلم عن الخطوات العملية، تعمل إيه بالظبط؟ مبدئيا كده الخطوة الأولى إن الواحد يختار الجامعة والتخصص اللي عايز يدرسهم. نشوفهم على موقع DAAD، بنبحث على البرنامج اللي احنا عايزينه، وفي أكتر من 400 جامعة موجودة في ألمانيا، وهتلاقوا البرامج كتيرة جدا متاحة على الموقع ده. لو حد عايز هندسة فأحسن الجامعات اللي موجودة في ألمانيا للهندسة TUM اللي هي جامعة ميونخ التقنية، جامعة آخن، جامعة TU برلين، KIT اللي هي في كارلسروه، في كمان جامعة TU دريسدن، TU دارمشتات، أو الجامعة بتاعة شتوتجارت. كل دي جامعات قوية جدا في الهندسة. ولكن في ألمانيا متعارف إنك مش لازم تروح أحسن جامعة من الجامعات اللي موجودة، كل الجامعات الحكومية مستواها عالي ومتقارب جدا من بعضه. في العادي إن الواحد بيقدم على التخصص اللي عايز يدرسه في كذا جامعة، وبعدين إن شاء الله بيختار لما يجيله قبول بيختار من الجامعات اللي أخذ فيها قبول. الخطوة التانية تشوف الجامعة اللي انت عايز تقدم عليها ديت، هل مثلا عن طريق انك انت تبعت للجامعة مباشرة عن طريق الايميل او مثلا عن طريق البريد، او في جامعات كتيرة في المانيا بتتعامل مع مكتب اليوني اسيست. مكتب اليوني اسيست دوت زي الوسيط اللي احنا بنديله الورق بتاعنا، والمكتب بيتاكد اذا احنا مؤهلين ان احنا ندرس في الجامعة ولا لا، وهم اللي بيتاكدوا من الورق بتاعنا وبيكون الوسيط ما بيننا وما بين الجامعة. دي برضو حاجة نقدر نعرفها من موقع DAAD، نعرف الجامعة اللي احنا عايزين نقدم عليها ان شاء الله بنقدم عليها ازاي، عن طريق الجامعة مباشرة ولا عن طريق مكاتب زي مكتب اليوني اسيست. والرسوم هنا مع مكتب اليوني اسيست، اول جامعه بنقدم عليها ب 75 يورو، واي جامعه اضافيه بنزود 30 يورو. يعني تقدر تقدم على 3 او 4 جامعات في حدود 165 يورو تقريبا. الخطوه الثالثه ودي برضو مهمه جدا وهي المواعيد. الفصل الشتوي بيبدا في اكتوبر، اخر موعد للتقديم بيكون في حدود 15 يوليو اللي هو 15/7، والفصل الصيفي بيبدا من شهر 4 اللي هو ابريل، اخر موعد للتقديم بيكون في حدود 15 يناير. ألمانيا صارمة جدا في موضوع المواعيد، يوم واحد بس تأخير ممكن يجيب لك رفض. نيجي دلوقتي للخطوة الرابعة وهي إن احنا نجهز الأوراق بتاعتنا.
إيه هي الأوراق؟ شهادة الثانوية العامة مترجمة ومصدقة، شهادة اللغة، صورة من الباسبور، خطاب الدافع اللي هو الموتيفيشن ليتر، والسيرة الذاتية اللي هو السي في. مهم جدا إن الشهادة لازم تتوثق من وزارة الخارجية المصرية وكمان من السفارة الألمانية. العملية دي بتاخد في حدود من 3 ل 4 أسابيع، فحاول تبدأ من بدري. بعد ما تاخد القبول من الجامعة محتاج بعدين إن شاء الله إنك تقدم على الفيزا. نوع الفيزا اسمها تايب دي. الفيزا ديت فيزا وطنية لغرض الدراسة. التقديم في مصر بيكون من خلال مكتب TLS كونتاكت، بنقدم عليها اونلاين، بنملى استمارة اسمها استمارة فيديكس على بوابة الخدمات القنصلية، وبنرفع كل الأوراق اونلاين، وبندفع رسوم TLS كونتاكت ورسوم الفيزا ممكن تدفع اونلاين أو عن طريق فوري. بعد ما TLS إن شاء الله يراجعوا الطلب بتاعنا بنحجز موعد في مركز التأشيرات، وبنروح الموعد علشان نسلم الأوراق الأصلية ونعمل البصمة. وآخر حاجة بنعملها إن إحنا بنستنى الرد يجي عن طريق رسالة على الموبايل أو عن طريق الإيميل. ايه بقى هي الاوراق المطلوبه علشان الفيزا؟ الاوراق المطلوبه باسبور ساري يكون في صلاحيه لمده 12 شهر بعد تاريخ الدخول، خطاب القبول من الجامعه، اثبات مالي للحساب البنك المغلق اللي هو فيه 11904 يورو، شهاده اللغه، التامين الصحي، خطاب الدافع، والسيره الذاتيه. دي اهم الورقيات اللي احنا هنحتاجها لما ان شاء الله نقدم على الفيزا الالمانيه. بالنسبه لخطاب الدافع او السيره الذاتيه، هم نفسهم اللي احنا قدمنا بيهم في الجامعه هم برضو بنقدم بيهم على السفاره، ولكن بس بنغير الجهه اللي احنا بنخاطبها. بدل ما تكون الجامعة كذا في ألمانيا هتكون للسفارة الألمانية الموجودة في القاهرة، اسكندرية، أو يعني يكن احنا بنقدم منين. وقبل ما نكمل، في ناس كتيرة سألتني عن هل الواحد محتاج شهادة APS ولا لأ، والإجابة وبعد بحث كتير لأن من كتر ما الناس سألت الواحد شك في الموضوع، ولكن الإجابة لأ. شهادة APS مطلوبة بس من طلاب الصين والهند وفيتنام وباكستان وبنجلاديش. مصر مش موجودة في القائمة اللي بتحتاج APS خالص. اللي محتاجه بدل كده هو تصديق شهاداتك من وزارة الخارجية في مصر والسفارة الألمانية، وده زي ما قلت بياخد وقت من 3 ل 4 أسابيع، خصوصا السفارة الألمانية عشان بناخد موعد من مكتب TLS كونتاكت، والموضوع دوت بياخد وقت كبير جدا، فنحاول نقدم على الموضوع دوت من بدري ونحاول نقدم على الموعد من بدري. فمرة تانية نصيحة مهمة إن الواحد يحجز موعد TLS كونتاكت قبلها ب3 أو 4 شهور. المواعيد بتخلص بسرعة جدا خصوصا في الصيف. واخر حاجة نتكلم عليها بسرعة كده وهي المنح الدراسية. في فرص كتيرة موجودة والناس مش عارفاها، وهنا مش هدخل في التفاصيل عن المنح ديت، ولكن ممكن اقول لكم الاسامي بتاعتها علشان الواحد فيكم ممكن يدخل يدور على الموضوع ده. وممكن ان شاء الله في فيديو تاني بعدين نعمل فيديو مخصص عن ايه المنح المتاحة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، ولكن نتكلم عليها بتفصيل اكتر في فيديوهات تانية ان شاء الله. اشهر منحة موجودة في المانيا وهي DEAD EPOS ديت للماجستير، الواحد يقدر ياخد مرتب شهري او مصروف شهري 992 يورو شهريا، وللدكتوراه الواحد ممكن ياخد من 1300 ل 1400 يورو شهريا، متغطي مصاريف المعيشة، التأمين الصحي، وكمان تذاكر السفر. تاني منحة متاحة وهو برنامج هيلموت شميت، ودوت أكتر للسياسات العامة. تالت جهة بتعمل منح في ألمانيا وهي مؤسسات ألمانية، هكتب لكم أساميهم هنا على الجنب علشان الأسامي مكلكعة شوية. واخر جهه وهو صندوق البحث المصري الالماني المشترك اللي هو GERF. كل المنح ديت ليها مواعيد تقديم مختلفه، فحاولوا تدوروا على الموضوع امتى بيخلص وحاولوا تقدموا من بدري. وزي ما قلت لكم ان شاء الله ممكن الواحد يعمل فيديو مخصص عن المنحه الالمانيه ونتكلم عليها اكتر بالتفصيل. وبكده نكون خلصنا كلامنا النهارده عن ازاي الواحد يقدم على البكالوريوس في المانيا. اتمنى الفيديو يكون مفيد وعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واللي عنده اي سؤال او استفسار يقدر يكتب لي في التعليقات تحت الفيديو، ممكن يكلمنا انستجرام ولا ديسكورد. هسيب لكم اللينكات في الديسكريبشن تحت الفيديو برضه، واشوفكم يا جماعه ان شاء الله في فيديو تاني.